تخيل تبقى منبوذ ومحدش بيحبك ولا عندك اي صحاب، وعندك موهبة غريبة الكل شايفها ملهاش لازمة، لكن محدش يعرف ان الموهبة دي هتقلب حياتك كلها وتخليك عندك قوة ملهاش مثيل، قوة اسطورية اقوى من ملك الشياطين نفسه. ده مين ده يا عمنا؟ هو جيرو، شاب زي اي شاب يبان بسكوتة، بس لو زعلته هيحصل الف حكاية وهتدخل معاه في حدوتة. اصل القصة دي بدأت من وهو عيل صغير، فتعالوا يا ابطال العشيرة اعرفكم قصته ايه بالظبط. الواد جيرو من وهو صغير اكتشف انه عنده قدرة عجيبة على التواصل مع كل الحيوانات بلا استثناء، لدرجة انه كان كل يوم يرجع من المدرسة يشتكي للكلب بتاعه انه اتخانق بسبب حيوان اتعرض للأذى، وان محدش حابب يتعامل معاه وشايفينه انه شخص غريب ومش طبيعي. ولكن الكلب بتاعه اداله نصيحة عاش بيها حياته كلها، وقال له ان يمكن تكون مش شبه حد فيهم ولكن اللي انت فيه ده حاجة اسمها موهبة تخليك عايش طول عمرك مميز ومختلف عن الناس دي كلها. لحد ما كبر وخد النصيحة دي حلقة في ودانه وبقى ماشي بيها طول العمر. ولكن طبعا حياة ابراهيم الابيض اللي كان عايشها دي ما كانتش بتيجي مع متسولين المنطقة بتوعه، ولما حاولوا انهم يتكاتروا عليه علم واحد فيهم انها مش بالشكل والوقفة على النواصي. وطبعا الاتنين التانيين اتحمقوا على صاحبهم وما جاش معاهم اللي جيرو عمله ده، قال لهم اللي مش عاجبه يرفع لي حاجبه، وجري عليه والعيال ما ترددتش ثانية واحدة. وبرغم ان 3 على 1 مش رجولة، مشى العيال كلها وهي مبلولة وحالتهم صعبة على الاخر. وبعد خناقة زي دي اي حد هيفتكر انهم عكس اخته مثلا، ولا حتى قلبوا حد حبيبه. ولكن لا يا ابطال العشيرة، كل اللي حصل ده بسبب انهم خوفوا قطة وغراب وحتى ما لمسوش حد فيهم. فالقط جه وقال له والله ما عارف اشكرك ازاي يا عم جيرو على الواجب اللي بتعمله معانا ده، بس الصراحة انا خايف عليك يا عم، عمال تحط نفسك في مشاكل مع خلق الله كلهم، والعيال دي مؤذية ومش هيسيبوك في حالك. فقال له يا عم ما تشغلش بالك، العمر واحد والرب واحد، هي موتة ولا اكتر يعني. المهم انتوا بس خدوا بالكم من نفسكم، لو في اي حوار مع حد فيكم انا بيتي ما يتوه. وكل ده بقى كوم. ولما رجع البيت كان كوم تاني. ابوه عمل له حفلة استقبال من بتوع يوم النتيجة دول يا ابطال العشيرة. قال له انت يا دي فاكر نفسك سبع برومبا ولا ايه بالظبط؟ هو كل يوم حد يجي يشتكي منك ويوجع لي دماغي على الصبح؟ اصحى كده وما توجعش قلبي، انا علمتك فنون الشين القتالية عشان تدافع عن نفسك مش عشان تفتري على خلق الله. فقال له يا عم انا بكيفي، واللي هيدوس لي على طرف هدوس على وشه. ولكن ابوه مش بيتفاهم وشكله كده مجنون على الاخر، واكيد عرفنا جيرو طالع لمين. وقال له بص بقى يا دين، انا اخر مرة هحذرك بالبق عشان بعد كده سيفي هو اللي هيتكلم معاك، وانك لو فضلت بالحال اللي فيه ده وقللت من اسم عيلة أزمة هتشوف مني وش عمرك ما تخيلت انك هتشوفه. فالواد قال له ابويا الله يرضى عليك قول الكلام ده لحد غريب، انا عارف اللي فيها وحافظك. وطبعا الكلام ده خلى الراجل ودانه تطلع نار تقريبا، وطلع سيفه وبقى حالف انه يمشي دماغه في حتة وجسمه في حتة تانية. وبعد العركة اللي دارت بينهم دي جيرو قام زي الكلب يروق مكان البهدلة اللي حصلت. فابوه قال له انت هادي بقى، انا رايح احضر اجتماع جمعية المدينة وشكلي كده مش راجع لحد وقت متاخر، ما تروحش كده ولا كده وما تنساش تقفل الباب عشان عارفك دماغك مش فيك. فالواد قال له اتكل انت على الله، ولو فيها بيات يا ريت تفك عن نفسك يعني. واول ما ابوه فلت رجله من البيت لقى الغراب جاي له جري وقال له انه في مصيبه. فجيرو قال له ما طبيعي يعني اكيد مصيبه، ما اكيد الغراب مش هيجي يعزمني على فرح بنت خالتي. فالغراب قال له ان في قط بيفرفر خلاص وروحه بتطلع في الغابه وما عرفش ايه اللي حصل له. وفعلا الواد ما كدبش خبر وخدها جري وراه في اعماق الغابه لحد ما نفسه اتقطع. واول ما وصل له كان المنظر بشع، القط مرمي على الارض وسايح في دمه بشكل غريب. ولكن الحمد لله انهم لحقوا يوصلوا ليه وهو لسه فيه النفس. فلما جيرو سأل الغراب على اللي حصل قال له ربنا يا اخويا ما اعرف، انا معدي بالصدفه شفت المنظر ده فجريت عليه. والمنظر اللي القط كان فيه ده خلى جيرو قرر انه لازم يتصرف وما يسيبهوش في الحاله دي. بس لا مؤاخذه بقى هنقطع المشهد الرومانسي ده. مين هناك؟ مين جاله جرأة اساسا انه يقرب مني؟ انا راجو نجم الهلاك الاسود، انا صحيت وفقت للدنيا من جديد ومش ناوي اعدي اللي حصل ده على خير. القط فاق وعينه فتحت على الدنيا من جديد بعد ما كان في تعداد الموتى. ولكن شكل كده الحوار اللي ورا القط ده كبير ومش سهل، بس المهم ان لحسن حظه جيرو فعلا عمل معاك اللي محتاجه عشان يعالج الجرح بتاعه وينقذه. واول ما دخل عليه قال له صباحيا مباركه يا عريس، اخيرا فوق، خد اشرب شويه ميه هتلاقي ريقك ناشف زي الحجر. وطبعا القط بقى قاعد متنح ومش فاهم مين العبيط اللي بيكلمه ده، لا ده كمان بيساله عن اسمه ومصمم ان القط يرد عليه. فقعد ينونو له وطلع عينه شتيمه بالنونوه. ولكن المصيبه بقى اللي ما كانش عامل حسابها ان جيرو فاهم كل كلمه قالها. ولما القط اكتشف انه فهمه بقى مصدوم ومش مصدق ان في حاجه زي كده واستخبى منه من الخوف. فجيرو راح له تحت السرير وقال له خد ياض ما تخافش انا مش عامل لك حاجه. وقال له انا عارف ان المحادثه الاولى ليك مع بشري هتكون مخيفه حبتين بس عادي يعني هتتعود. اما القط بقى عمال يفكر هل الواد ده بشري فعلا ولا ساحر ولا شيطان ولا ايه بالظبط. اما جيرو قال له فشكلك كده هتخليني الجا لسلاح السحر. وفعلا ابن اللعيبه قدر يطلع القط قدامه في ثواني. اصل الاكل الدراي ده مش اي
اي قط يقدر انه يقاوم حلاوته ولا يسيبه يضيع عليه. وقال له طلعت صايع يا بشري، اصل لا مؤاخذه اقرب طريق لقلب القط هو كرشه. فجيرو قال له انت شكلك قط لمد وهتتعبني معاك. فالقط اتعصب وقال له قط ايه وبتاع ايه يا عم ما تصغرناش، انا اسمي راجو وبالمناسبه انا من سلاله المنوك، وعشان ما نتوهش من بعض يا ابطال العشيره فتعالوا اعرفكم ايه هي سلاله المنوكي دي بالظبط. ولان السلاله دي تقدروا تقولوا عليها نوع من انواع الوحوش، وحوش قادره انها تاخد هيئه بشريه او حتى هيئه حيوانات، وفي منهم كتير عايشين وسط البشر ومحدش حاس بيهم، ولكن الاغلب بيفضل العزله وبيعيش وسط الجبال والغابات. فجيرو قال له افترض ان كلامك حقيقي، قول لي بقى ايه اللي يخلي واحد من منوكي زيك كده حاله يتدهور بالشكل ده. فقال له سواء مصدق او مش مصدق هي دي الحقيقه، واللي حصل لي ده كان بسبب اني اتعرضت للهجوم من منوكي تاني، وكل اللي انا فاكره اني بعد الهجوم اللي حصل ده كنت في غيبوبه تقريبا، واول ما فقت لقيت شويه بشر كده ملمومين حواليا وبيطلبوا مني اني اساعدهم، ولكن الصراحه قلت لهم انهم مش جايين معايا سكه ومش عايز اساعد حد فيهم. فجيرو قال له طب يا عم ما كنت ساعدتهم ولا عملت معاهم الواجب، ده حتى الناس لبعضيها وخيرا تعمل شرا تلقى. فراجو قال له خيرا ايه وشر ايه اللي انت بتتكلم فيه يا عم انت التاني؟ اولا المثل اللي انت استخدمته ده في مكان مش مكانه، تاني حاجه بقى اني مش بحب النوع ده من الناس الصراحه، شويه حسالة بيخبوا ضعفهم على حساب قوه غيرهم وحاجه عره على الاخر. بس ما علينا من الرغي ده كله، انا عارف انك في الاول والاخر بشري عره انت كمان، واستحاله تكون مصدق اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها دي، فالحرق كتير ملهوش لازمه. فالواد جيرو قال له ليه بس يا عم، انا ممكن يكون اللي قلته مش منطقي بالنسبه لي، ولكن ده مش معناه انك بتحور يعني، وبعدين يعني انا واحد بيكلم الحيوانات فاكيد شويه منوكي مش هيعملوا لي قلق. اما بقى في نفس الوقت ده كان في بنت غريبه واقفه في المكان اللي جيرو لقى فيه راجو وبتكلم الزعيم بتاعها عشان تديله تقرير بكل اللي تعرفه، وقالت له انا شكلي كده قدرت اوصل لاول طرف في الخيط، لاني في وسط الغابه لقيت بقعه دم غريبه، وبعد التحليل قدرت اوصل انها فعلا من دم راجو، واحتمال كبير انه يكون في مكان هنا مستخبي او حاجه. فقال لها انت كده عملتي اللي عليكي وزياده، ارجعي لي بقى وانا هبعت فريق بحث متخصص للمكان بتاعك ده. ولكن شكل الليله اكبر مما توقعنا، لان البت دي ما كانتش لوحدها في المكان، وشكل في ناس كتير عينها على راجو ومش ناويه تحله. بس لا مؤاخذه بقى هنضطر ناجلكوا الوقت تاني عشان راجو مش فاضي دلوقتي، لان جيرو كان ماسكه في الحمام عمال يحمي فيه، وكان ناقص يطلع كليته يغسلها ويرجعها. وطبعا الموقف اللي هو كان فيه ده بالنسبه لواحد باهميه راجو كان وضع كارثي، لكن جيرو كان عايش اسعد لحظات حياته، لان قال له تصدق يا راجو قعدتي دي بتفكرني بناتشي، وناتشي ده كان كلبي القديم واول كلب عشت معاه فتره كبيره حرفيا، واني وقت ما كنت برجع من المدرسه زمان الدنيا كلها دايسه على وشي وهدومي مبهدله وجسمي كله تعوير بسبب ضرب العيال ليا، الحاجه الوحيده اللي كانت بتنسيني كل ده هو ان اقعد واحمي ناتشي كده، وكل ده كوم وشكره ليا بعد ما خلص كان كوم تاني، ودايما كان يقول لي انك عندك موهبه المساعده، وكانت تفضل تطلب مني ان اشارك الموهبه دي مع كل الناس اللي حواليا. وبعد ما اليوم خلص وفي نص الليل راجو خد قراره، قرر انه يودع جيرو برغم انه عارف انه مدين ليه بحياته كلها، واول ما نزل وقرر انه يبعد عن المكان ده تماما لقى جيرو بيقول له يعني هي المرضيه اللي على المسا دي هتنفع يعني؟ فالقط قال له يخرب بيت العيشه، انا مش سايبك نايم فوق زي الخروف يا عم انت. قال له يا عم مش وقت استغراب، انت فاكر نفسك رايح فين؟ هو دخول الحمام زي خروجه في الزمن ده؟ فراجو قال له رايح فين ولا جاي منين دي حاجه مصر. فجيرو قال له امال تخص مين وانا اللي انقذتك بايدي. فراجو قال له هو حد كان طلب منك المساعده يا عم انت كمان؟ انت قررت تساعدني عشان انت عايز كده، فبلاش والنبي تعيش عليا دور المنقذ عشان مش هياكل معايا. فجيرو اتعصب وبقى على اخو وقال له بقول لك ايه، انا ما اعرفش انت قصتك ايه بالظبط، بس لو فاكر الطريقه دي هتنفع معايا يبقى انت ما تعرفنيش كويس. وهنا كان الوش الحقيقي الراجل ظهر وقال له انت اللي ما تعرفش انا مين كويس يا بشري، كلمه كمان وهخليك اخر حاجه تفتكرها هي السواد اللي هتشوفه مني والعذاب اللي هعيشهولك. انا منوكي من طائفه اكل البشر، والعالم اللي انا جاي منه انت ما تعرفش عنه اي حاجه، فاحسن لك سيبني في حالي وشوف حالك يا ابن الناس. لحد ما سمعوا صوت حد بيقول لهم لا مؤاخذه هقطع القعده الرومانسيه دي. الراجل بتاع الغابه الغريب وصل، وراجو اكتشف انه في مصيبه حرفيا. اما جيرو فقال للراجل الغريب ده شوف يابا انت رايح فين عشان الواحد على اخر ابوس ايدك. فقال له طلبتها ونلتها يا بشري. فجاه الراجل بدا يتحول بشكل غريب، واول ما هجم على جيرو راجو قرر يسحب الراجل ده بعيد عنه عشان ينقذه. وخلاص الواد جيرو بقى في حاله صعبه، نبضات قلبه بتعلى وخوفه بيزيد، وكان في حاله عمره ما عاشها قبل كده، وشكل الغضب اتملك منه وهيخليه يعمل حاجات اكيد انه هيندم عليها. اما بقى عم راجو فكان بيلعب سابق ولاحق مع الراجل اللي قد ضرفه الباب ده، عمال يحاول يهرب من مكان لمكان، ولكن الراجل بيجري وراه كانه كلب مسعور ومش عايز يسيبه. وفي نص الطريق الراجل قرر انه يشغل دماغه، وفي حركه واحده قدر انه يقطع الطريق على راجو وزنقه في مكان الهروب منه مستحيل. واول ما راجو وقف قدامه الراجل قال له ليه الفرهده دي كلها بس؟ خليك حلو وهادي كده وتعالى معايا بالذوق، خاصه يعني اني مش عايز على اخر الزمن اقتل واحد من صحابي. فراجو قال له قال صاحب قال بلاش
تعملهم عليا، انت وامثالك كل اللي هممكم انكم تاخدوا مني كل ذره قوه مش اكتر، وادام عايزين قوتي للدرجه دي يبقى تعالوا خدوها مني بالعافيه. وفعلا راجو بدا يتحرك، وفي مقابله هجوميه شرسه بين الاتنين صعب ان حد يطلع منها سليم. وقبل ما المصيبه تحصل جيرو قرر انه يخلي المصيبه مصيبتين، ونط بسيف ابوه على ايد الراجل الغريب ده، جرحه جرح مش طبيعي. الراجل بقى دمه بيتصفى وعمال ينزف، اما راجو فعمال يقول له ايه اللي انت عملته ده، الله يخرب بيتك هتروح في داهيه. فقال له انك لو مت دلوقتي يبقى كل اللي عملته عشان انقذك ملهوش لازمه. قال له افهم يا حمار، دي مش خناقه شارع ولا مدرسه، دي حاجه اكبر منك بكتير صدقني. بس الوقت كان فات، الراجل الغريب ده الشر ظهر في عينه، وبدا انه يتحول بشكل اغرب وكانه وحش مفترس. وبرغم كل ده جيرو واقف قدامه وبيقول له انا جاهز ومش خايف، وان لو الزمن رجع بيا 100 مره هعمل نفس اللي عملته وانقذ راجو، واني حتى لو هرب دلوقتي انت اكيد هتفضل ورايا. فالوحش الغريب ده قال له جدع عياط، بشري ولكن بتعرف تفكر، وكمان عاجبني فيك قوي انك واقف قدامي وحتى مش خايف من هيئتي. بس جيرو قالها بدل المره 1000، والعمر واحد والرب واحد وهي موتة مش اكتر. وفي غمضة عين الوحش بدا انه يهجم عليه، ولما افتكر انه قدر يأذيه جيرو طلع زي الاسد ومستنيه. واول ما حاول انه يهجم عليه حصل اللي محدش كان عامل حسابه، الوحش المفترس اللي جيرو كان واقف قدامه اخترق قلبه بدون اي رحمه. جيرو بينزف وخلاص بيطلع في الروح، وحتى لما قدر انه يفلت نفسه قبل ما يموت كانت خلاص النهايه اتكتب. النجاه من طعنه زي دي شيء مستحيل، حتى المعجزات السحريه تعجز عنه. الوحش بيقول له قلت لك ما تتدخلش في اللي مالكش فيه، ولكن الكلام ما بقاش ليه اي فايده. الكلام مش هيأثر في جثه هامده ولا بتسمع ولا بترد ولا حتى ليها وجود. ولما راجو قرب والحزن والانكسار مالين عينه، الوحش قال له بست يا عم راجو، هطلع جدع معاك واسيب لك جثه البشري بتاعك ده تاكلها ومش هطمع فيها، خاصه يعني ان شكل دمه خفيف وهتبقى وجبه تحليه كمان. ولكن راجو مش قادر يتحمل، وبغضب شديد قال للوحش انا مش عايز اسمع منك كلمه واحده، وعايزك تعرف كويس انك من دلوقتي ميت يعني ميت. وبقى عمال يقول لجيرو والله انا ما كنت اناني، انت افتكرت اني مشيت عشان مصلحتك، ولكن انا مشيت عشان مصلحتك انت يا غبي. وبرغم اني حذرتك بدل المره 1000 ولكن فضلت مصمم انه تحط نفسك قصه اكبر منك بكتير. ايه اللي حصل بعد ما نشفت دماغك وعملت اللي انت عايزه؟ اديك ميت قدام اهو، ميت وخسرت كل حاجه وخسرتني معاك. وبرغم اني دلوقتي ممكن اكلك واستخدم جسمك ده لصالح، لكن انا مش هعمل كده. انا لاول مره هخلي الايه تلف في عالم النور واخليك انت اللي تاكلني. وفجاه راجو اتحول لضباب اسود غريب. الوحش التاني بقى مصدوم وبيقول له بتبيع المنوكي عشان مجرد بشري يا قذر؟ بس خلاص راجو خد قراره، وفي وسط اعصار من الرماد الاسود بدا انه يخترق جسم جيرو بشكل مش طبيعي. حتى البت اللي كانت بتدور عليه شافت المنظر، والزعيم بتاعها عرف انهم في مصيبه. الوحش مش مصدق ان راجو قرر يخلي بشري يتحكم في قوته. جيرو بعد ما كان مجرد جثه هامده قام وقف على حيله وسط قوه عمره ما تخيل حتى انه يمتلكها. كارثه حرفيا. راجو كتب الهلاك على كل المنوكي بتسليم قوته البشري. اما جيرو فمبقاش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط، مش فاهم ازاي الجرح اللي في جسمه اتلم بالسرعه دي، حتى الهالات الشيطانيه اللي حواليه مش عارف هي ايه بالظبط. لحد ما راجو بدا يكلمه من جوه عقله، وفجاه الوحش الغريب ده بدا انه يهجم عليه بقوه مرعبه. ولكن جيرو بقى بيتفادى الهجمات بمهاره غريبه هو نفسه ما يعرفش انه قادر عليها، وبقى بيحاول يفهم اللي بيحصل بالظبط من راجو. ولكن راجو قال له مش وقته، والاهم دلوقتي اننا نخلص على الحيطه اللي قدامك ده. جيرو وهو عمال بيحاول ينفد بجلده بقى عمال يقول له ده كله ازاي يعني؟ قال له خد قرار ومالكش دعوه بحاجه، وان ايد العون همدها ليك وهتقدر تعمل ده. فعلا جيرو خد قرار، واول ما الوحش قرب منه هجم عليه، وهالات الشر كونت قبضه دمرت الوحش في هجمه واحده. جيرو مصدوم ومش مصدق، الوحش العملاق اللي كان يعمل منه 3 ولا 4 بقى بيتبخر قدامه زي الرماد. واول ما حاول يفهم من راجل اللي بيحصل بالظبط لقى سكينه مرفوعه عليه، والبت قالت له حركه واحده وهشغل لك الجحش. ولا مش هي وبس، ده كمان الزعيم بتاعها وصل وشكلهم مش ناويين يحلوا جيرو النهارده. واول ما وصل قال له الصراحه ما توقعت كل ده يحصل. فجيرو قال له انت شكلك يا تبع الواد العملاق ده. فالزعيم قال له ليه بس الظن الوحش ده؟ وفجاه ظهر حواليه كميه كبيره من الجنود، وقال له ان احنا مش منوك، وان احنا جهه حكوميه تحت مسمى مكتب التجسس. وطبعا الواد ما بقاش فاهم اي حاجه، وكان الرد عليه من البت قاسي حبتين. واول ما فقد الوعي بقى عباره عن عجينه في ايدهم يعملوا فيه اللي هم عايزينه. والصراحه كده يا ابطال العشيره حكايه الواد جيرو دي غريبه على الاخر، ومش عارف القوه اللي اكتسبها دي ممكن توديه على فين ولا تعمل فيه ايه بالظبط. ولكن اللي متاكد منه ان حياه الواد ده هتشقلب حرفيا. فلو عجبتكم قصه جيرو ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا توقعكم للي هيحصل في الكومنتات، والاهم من ده كله ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زرار الجرس، لاننا كل يوم بنزيد بطل جديد. خلوا العشيره تكبر بيكم عشان نحتل اليوتيوب. رجاله وبنات العشيره اشوفكم الانمي الجاي.